سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. اجتماع لمناقشة تعزيز وتوسيع برامج تعليم الكبار. اكتمال الاستعدادات لتنظيم أسبوع الكتاب والابتكار في إقليم عنسبة. سيمينار في مندفرة حول نضالات ومساهمات العمال. إيران تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الجزائر وتشاد توقعان على 28 اتفاقا ومذكرة تفاهم. الإنفاق العسكري العالمي يسجل رقما قياسيا جديدا. السلام عليكم ورحمة الله. عقد اجتماع في مديرية مصوع بتاريخ 24 من إبريل لتقييم تنفيذ برامج تعليم الكبار التي طبقت خلال السنوات العشر الماضية بمزاياها وتحدياتها. وفي توضيح أدلى به مدير مدارس المديرية الأستاذ إسماعيل صالح، قال بأنه تم إجراء مسح شامل في جميع إدارات الضواحي لتعزيز برنامج تعليم الكبار، مشيرا إلى ضرورة زيادة دور المسؤولين المحليين، حيث أن العمل الجاد مطلوب في بعض إدارات الضواحي وخاصة في القرى النائية. وشرح رئيس وحدة مراقبة تعليم الكبار في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عثمان التقدم المحرز في برنامج تعليم الكبار والخبرات المكتسبة والتحديات التي واجهها، موضحا أن معدل الأمية على المستوى الإقليمي وصل إلى 70% من 59% في عام 2008. وبعد مناقشة النقاط الرئيسية، أكد المشاركون تعزيز دورهم في الجهود المبذولة لتمكين برامج تعليم الكبار. وصرح مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفها في كلمة الختام، وبعد أن أوضح بأن الأفكار والآراء التي طرحت مفيدة في الخطة الخمسية القادمة، بأن إدارة المديرية ستعمل جاهدة لتحقيق أهداف برنامج تعليم الكبار من خلال التواصل المستمر مع مسؤولي الضواحي. أفاد فرع اتحاد الشباب والطلاب بإقليم عنسبة بأن التحضيرات قد اكتملت لتنظيم أسبوع برامج معرض وبيع الكتب، بالإضافة إلى مسابقة الابتكار والحرف اليدوية، والمقرر إقامته في الفترة من إبريل إلى 30 من مايو. وقالت رئيسة قسم المشاريع السيدة شاملة إن البرنامج سيوفر فرصة لتعزيز مهارات القراءة والإبداع والمعرفة لدى المجتمع عموما، الطلاب والشباب خصوصا، وتحديد ميولهم ومهاراتهم. وأوضحت السيدة شاملة إلى أن خبرة كبيرة قد اكتسبت من الجهود الحثيثة بالتعاون مع الشركاء لتوسيع البرنامج وتعزيزه في جميع جوانبه، مشيرة إلى أن معرض الكتاب الذي كان محصورا على كرن قد أقيم العام الماضي في مديريات عتكليزان وعلبراد وحقات وكرن، وهذا العام ومع إضافة مديرية حمل ماله سيقام في 5 مديريات. وذكرت أن الكتب المقدمة للعرض والبيع ستكون مطروحة من قبل المؤلفين والمكتبات، بينما سيشمل محتوى الابتكار والحرف مجالات تكنولوجيا الحاسوب والأعمال الميكانيكية والإلكترونيات والابتكارات الزراعية. وأضافت أنه إلى جانب عرض وبيع الكتب والأعمال الابتكارية يجري تنظيم مسابقات في المعرفة العامة وندوات تركز على القراءة، بالإضافة إلى حملات وحلقات نقاش مشتركة. الأسبوع الذي ينظم تحت شعار المعرفة أساس الابتكار والتنمية يقام بنسخته التي تضمنت معرض الكتاب فقط للمرة السادسة، وتشمل مسابقة الابتكار للمرة الثالثة. عقدت ندوة في مندفرة يوم 23 من إبريل حول نضال العمال الإريتريين وإسهاماتهم. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيد صالح إبراهيم إن النضال العادل للعمال الإريتريين كان له دور كبير في انتصار الثورة الإريترية. وقال إن العامل يلعب دورا لا غنى عنه في تطوير الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مضيفا أن دور اتحاد العمال مهم في غرس الانضباط المهني ونقل الحرف والمعرفة المهنية. وأوضح أن من المهم تنظيم التدريب والتعليم المستمر لتعزيز المهارات المهنية وإنتاجية الموظفين
في هذا العصر الذي يشهد تطور تكنولوجي سريع. من جانبه أوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم الجنوبي السيد تخستي محرة آب أنشطة الكونفدرالية والخدمات التي تقدمها، وقال إنه يتم إيلاء اهتمام كبير لفرص التدريب بهدف تعزيز القدرات المهنية للعمال. في غضون ذلك أقيمت مسابقات رياضية ومعلوماتية عامة بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي. ويضم فرع الكونفدرالية الوطني للعمال في الإقليم الجنوبي أكثر من 1300 عضو. نظم برنامج في عد فلسطي على مستوى الإقليم الجنوبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، حيث وجهت الدعوة لتكثيف جهود رفع مستوى الوعي العام والتوعية للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأشاد مسؤول المرافق الصحية في مديرية دبارو سيد سيراك جباس بمساهمة السكان في توسيع المرافق الصحية وسد النقص فيها، ودعا إلى أهمية دور المجتمع في الجهود المبذولة للقضاء على مرض الملاريا. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرة آب إن حالات الإصابة بمرض الملاريا قد زادت في الإقليم منذ عام 2021، وذلك بسبب عدم استخدام الناموسيات ونقص النظافة البيئية وعدم ردم البرك. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية دبارو سيد تخلى مريم جبريسوس إن إدارة المديرية تعمل بجد للسيطرة على مرض الملاريا والقضاء عليه. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلعب تسفى سلاسي إدارات الضواحي وممثلي الصحة في القرى والمرأة إلى القيام بدور رائد في السيطرة على الملاريا التي أظهرت زيادة في معدل الإصابات. أعرب سكان شعب سلبة في مديرية عيلة براد عن الارتياح للخدمات الاجتماعية المقدمة والتي أسهمت في استقرار حياتهم. وأوضح السكان بأن الضاحية كانت تفتقر إلى أي مؤسسة قبل الاستقلال، وقد شهدت خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والطرق تحسنا ملحوظا خلال سنوات الاستقلال. وأشاروا إلى معاناتهم السابقة بالذهاب لمسافة تتراوح من 12 إلى 34 كيلومترا إلى عيلة براد وكرن للحصول على التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى إشكالية خدمات المياه، معربين عن الارتياح لانتهاء هذه المعاناة حاليا. وتبعد ضاحية شاب سلبة 12 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بلدة إدن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. ويشمل المقترح إرجاع المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أولا. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية. وأشار أكسيوس إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب. اختتم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي زيارته الرسمية التي قادته إلى الجزائر، حيث أجرى الطرفان مباحثات ثنائية توجت بالتوقيع على 28 اتفاقا ومذكرة تفاهم ضمن الدور الرابع للجنة المشتركة. وأكد البيان المشترك الذي عقب الزيارة على متانة العلاقات الثنائية القائمة على الروابط التاريخية والتقارب السياسي، والتي اتفقا على تعزيزها عبر التعاون في عدة مجالات كالأمن، بالأخص الإرهاب وتأمين الحدود. من الجانب الاقتصادي شدد الطرفان على تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع ملموسة، مع التركيز على قطاعات الطاقة والمناجم والنقل والبنى التحتية، إضافة إلى الاستثمارات وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة إلى التأكيد على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات مثل التعليم والصحة والثقافة وتعزيز التقارب بين الشعبين.
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلا العام 11 على التوالي من الزيادات مدفوعا بالحروب والتوترات الجيوسياسية. وأظهرت بيانات المعهد أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 2.89 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41%. ووفقا للتقرير كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضا في الإنفاق العسكري الأمريكي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة. وكانت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركا رئيسيا للارتفاع العالمي، حيث قفزت النفقات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 14% في عام 2025. في خطوة تعكس تصاعد التوترات حول ملف تايوان، أعلنت الصين فرض القيود على 7 شركات وكيانات أوروبية تنشط في مجالات التسلح والدفاع، متهمة إياها بالمشاركة في تزويد تايبيه بالأسلحة أو التواطؤ معها. ويأتي القرار في سياق سياسة صينية أكثر تشددا تجاه أي تعاون عسكري مع الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أن الكيانات المستهدفة أدرجت بأثر فوري على قائمة مراقبة الصادرات، ما يعني حظر تزويدها بالسلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. كما شملت القيود منع أي منظمات أو أفراد أجانب من نقل أو توريد هذه المنتجات إلى الشركات المعنية إذا كان مصدرها الصين. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اجتماع لمناقشة تعزيز وتوسيع برامج تعليم الكبار. اكتمال الاستعدادات لتنظيم أسبوع الكتاب والابتكار في إقليم عنسبة. سمينار في مندفرة حول النضالات ومساهمات العمال. إيران تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الجزائر وتشاد توقعان على 28 اتفاقا ومذكرة تفاهم. الإنفاق العسكري العالمي يسجل رقما قياسيا جديدا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.